أولاد الأعزاء، اليوم درسنا الانقسام الاختزالي. تتم عملية الانقسام الاختزالي من خلال انقسامين نوويين متعاقبين، يعني انقسامين وليس انقسام واحد. راح الخلية تمر بمرحلتين من مراحل عملية الانقسام. الهدف منه طبعا هذا الانقسام الاختزالي يحدث في الخلايا الجرثومية معناته الخلايا تكون النطفية والبيضية. الهدف منها الحصول على نصف عدد الكروموسومات من الخلية، تصير الأم نص وخلية الأب نص، فتصير الهدف منه هو الحصول على نصف عدد كروموسومات الخلية الأم. الهدف منه هو تنصيف الكروموسومات حتى ما تكون كروموسومات كاملة، حتى تصير خلية جسدية اللي هو الجنين، يصير نص من خلايا الأب اللي هو النطف ونص من خلايا الأم اللي هي البيوض. فراح يمر الانقسام الاختزالي الأول بالطور التمهيدي الأول، والطور الاستواء الأول، والطور الانفصال الأول، والطور النهائي. والانقسام الاختزالي الثاني يتم الطور التمهيدي الثاني، والطور الاستواء الثاني، والانفصال الثاني، والطور النهائي. راح نحصل بالنتيجة على 4 خلايا. كانت الأم مش قد خلية واحدة، 4 خلايا لها نصف عدد كروموسومات الخلية الأم. الكروموسومات الخلية الأم اللي هي 2 س، راح نحصل على 1 س يعني مجموعة كروموسومية. الطور التمهيدي راح يمر ب5 أدوار، الطور التمهيدي الأول يمر ب5 أدوار وليست أطوار، أدوار. الدور القلادي تكون الكروموسومات بشكل خرز أو تكون بشكل خيوط نحيفة مفردة ذات تثخنات تشبه الفصوص، مما يضفي على الكروموسومات شكل القلادة أو القلادة. الدي ان اي طبعا يكون متضاعف، اذا الكروموسومات هنا حتكون بشكل بشكل قلادة وبيها فصوص تشبه الخرز. الدور القلادي. الدور الازدواجي، هنا الكروموسومات حتزدوج مع بعضها البعض مثل ما تلاحظ امامك، وتحدث عملية الإيثاق أو التشابك. تنتبه هنا شلون تجيك بالوزاري، يجيك ما الدور أو ما الطور التي تتم فيه عمليات الآتية. أولا عملية التشابك، شو تقول يا الدور الازدواجي من الطور التمهيدي الأول للانقسام الاختزالي الأول. إذن الثنائي أو الإيثاق أو التشابك هي صفة مميزة تحدث فقط بالانقسام الاختزالي ولا تحدث في الانقسام الخيطي. زين، هذا الدور الازدواجي، تظهر الكروموسومات بشكل ثنائيات متزوجة على بعضها البعض، وتدعى عملية الإيثاق أو التشابك وظهور الثنائي. كلها وزاري، ثنائي إيثاق تشابك، تنتبه عليها قول لي. زين، بالدور التغلظي زين شو يصير تقصر يقل طولها وتغلظها الكروموسومات. زين، يظهر في هذا الدور يتضاعف كل الكروموسوم بينه، تبين الكروماتيدات مالته واضحة، كروماتيداته تكون واضحة. وهنا تتم عملية التعابر. طبعا الكروموسومات تظهر كأنها 4 رباعية، ولو هي مو كأنها، وإنما هي أصلا تصبح رباعية هنا بالدور التغلظي. يعني كل كروموسوم يتضاعف إلى كروماتيدين واضحين، تتكثف الكروموسومات وتتغلظ ويقل طولها. وهنا بالرباعي شي يصير ماما؟ بالرباعي كل كروموسومين متماثلين شقيقين أخوين، ايش راح يصير عندهم؟ راح يتعابرون بالمادة الوراثية، يتبادلون بالمادة الوراثية.